واحدة ست بتخفي سر هيصدمك. واحدة ست قدرت تخضع الكل وتحول بيتها لمزرعة قتلت فيه أكتر من 300 طفل. محدش اكتشف الحقيقة غير بعد سنين طويلة. ازاي قدرت تعمل كده وليه محدش شك فيها؟ الأغرب إن اللي كشفها كانت صدفة. سنة 1896 في نهر التمز في بريطانيا، في شخص اصطاد حاجة ما كانش عارف هي ايه. كانت ملفوفة ومربوطة في طوبة كبيرة ومتقلاها. جواها كان في طبقات قماش، وجواها كان في طبقات من ورق الجرايد والورق البني. وجوه الحاجة دي جثة طفلة رضيعة شبه متحللة. الطفلة كان اسمها هالينا. كان في شريط لزق مربوط حوالين رقبتها ومعقود. والاكتشاف المرعب ده هو اللي خلى الشرطة تكتشف واحدة من أخطر سفاحين القرن ال19، أميليا داير، اللي استمرت جرائمها لمدة 30 سنة. وبسببها اتغيرت قوانين في بريطانيا. أميليا داير اتولدت سنة 1838 في قرية صغيرة جنب مدينة بريستول. اتولدت وسط عيلة على قد حالها، وكانت أصغر إخواتها الخمسة، وكانت متعلمة. مامتها جالها مرض التايفوس، وده خلى صحة مامتها النفسية تتدهور. وأميليا كانت هي اللي بتاخد بالها من مامتها، لكن في النهاية اتوفت. وأميليا وهي عندها 24 سنة سابت بيت أهلها واتجوزت راجل أكبر منها ب35 سنة، يعني كان عنده 59 سنة. بس كتبوا في عقد الجواز إن هي أكبر من سنها ب6 سنين، وهو قال إن هو أصغر من سنه ب11 سنة. وبعد ما اتجوزت ابتدت إن هي تشتغل في التمريض، وفي الفترة دي اتعرفت على ممرضة اسمها آلين، اللي عرفتها على طريقة تانية تكسب بيها فلوس. قبل ما نكمل قصة إيميليا، تعالوا نعرف إيه هي مزارع الأطفال. في العصر الفيكتوري كانت الستات اللي بتحمل من غير جواز بيخافوا من بصمة المجتمع وبيضطروا يتخلوا عن أطفالهم. في 1834 طلع قانون شال أي إلزام إن الأب يدفع فلوس لو اتولد له طفل غير شرعي، لأن ما كانش فيه وسائل منع الحمل. فكان كمان الأسر الفقيرة ممكن ما يقدروش يتكفلوا بأطفالهم. ابتدى يظهر حاجة اسمها مزارع الأطفال، اللي هي أفراد بياخدوا أطفال وبيتكفلوا بيهم، لكن بمقابل مادي شهري من الأهل. كان في منهم بياخدوا الأطفال لبيوت ترعاهم بجد، وأوقات تانية كانت العائلات بترجع تاخد أطفالها أول لما حالتهم المادية تتيسر شوية. لكن الحقيقة المجال ده زي ما كان فيه الحلو كان فيه برضه قصص مرعبة، لأنه كان مجال سهل جدا أي حد يستغله عشان الفلوس. كان في ناس بيتعمدوا يهملوا في رعاية الأطفال وبياخدوا أطفال أكتر من طاقتهم علشان يكسبوا فلوس أكتر. وبسبب ده أطفال كتير ماتوا بسبب الإهمال. وهو ده العالم اللي أميليا دخلته وكانت عايشة فيه. أميليا كانت خلفت طفلة وجوزها توفى بعدها. كانت محتاجة فلوس. لما أميليا اتعرفت على ألين ديد وهي بتشتغل في التمريض وعرضت عليها تدخل مجال مزارع الأطفال، لكن كون إن هي أم أو إنها كانت ممرضة
أو إنها كانت بترعى مامتها في وقت ما رقش قلبها. ابتدت أميليا تنزل إعلانات في الجرايد. الإعلانات دي كانت بتقول فيها 2 متجوزين بيدوروا على طفل يتبنوه مقابل مبلغ صغير جدا، وأكدت للي كانت بيقولها إنها توفر للأطفال بيت آمن. لكن في الحقيقة ما حصلش. أميليا كانت بتستخدم دواء كان وقتها معروف بصديق الأم، وهو دواء شرب للأطفال. العنصر الأساسي فيه كان الأفيون. كانت بتستخدمه علشان تهدي عياط الأطفال وما تضطرش تأكلهم، بتسيبهم لحد ما يموتوا، لكن كانت بتحتاج شهادة وفاة علشان تدفنهم. وعلشان كده كانت بتاخدهم للدكتور علشان يقرر سبب الوفاة. لكن بما إنهم أطفال غير شرعيين والدكاترة ما كانوش بيهتموا، بيقرروا إن سبب وفاتهم سبب طبيعي بسبب سوء التغذية. في الزمن ده كان دايما في نسبة وفيات عالية للأطفال، وده خلى الشرطة ما تكتشفهوش بسهولة. وده ساعد أميليا إن هي تستمر في جرائمها لمدة 30 سنة. أميليا اتجوزت تاني في 1872 وخلفت طفلين تانيين، واستمرت في عملية القتل. لكن في سنة 1878 كان في أمل، لأن واحد من الدكاترة شك في سبب وفاة واحد من الأطفال وتقدم بشكوى ضد أميليا، وده خلى الشرطة تقبض عليها وتتحاكم. بس القصة ما بتخلصش هنا، لأنها ما اتحاكمتش على تهمة القتل لكن بتهمة الإهمال، فجالها حكم مخفف بالأعمال الشاقة لمدة 6 شهور. بعد ما أميليا خرجت كان في فترة حاولت ترجع فيها لمهنة التمريض. في الفترة دي دخلت مستشفى أمراض العقلية أكتر من مرة، لأن حالتها النفسية كانت بتتدهور وكان بيجيلها أفكار انتحارية. لكنها رجعت تاني مهنة مزارع الأطفال، وابتدت أساليبها تبقى قاسية أكتر. بطلت تروح لدكاترة وطورت طريقة قتلها، فبدل ما كانت بتستنى الأطفال يموتوا من الجوع بقت بتخنقهم بشريط لزق وتحطهم في شنطة وترميهم في النهر. الشرطة ابتدت تشك في أميليا تاني لما في أم اشتكت إنها كل ما تحاول تشوف طفلها بتحس بتصرفات غريبة من أميليا. وبعدها أميليا اختفت من المدينة. من ضمن حيل أميليا كان ليها أسامي كتير مستعارة بتسهل لها إن هي تتنقل من مدينة للتانية كل ما تحس بخطر، من غير ما أمهات الأطفال أو الشرطة يلاقوها. في مارس سنة 1896 كان في مراكبي لقى لفة مربوط فيها طوبة كبيرة وملفوفة بالقماش، جواها ورق جرايد وجواها جثة الطفلة هالينا. الراجل بلغ الشرطة وبدأوا تحقيقات علشان يعرفوا مين القاتل، وهما بيحققوا في الأدلة لاحظوا كتابة على الورقة اللي في اللفة، ولقوا مكتوب اسم ست ميسيس توماس، وتحتها كان في عنوان لبيت. العنوان ده كان عنوان بيت أميليا. الشرطة راقبت بيت أميليا كذا يوم وقرروا يعملوا لها كمين، فكتبوا لها جواب مزيف من ست وهمية بتقول إنها أم مش متجوزة وبتدور على حد يتبنى طفلها الرضيع بمقابل مادي. أميليا ردت وحددت ميعاد ومضت الرسالة بميسيس توماس. ولما راحت تقابل الست الشرطة كانت مستنياها، وهما بيفتشوا بيتها البوليس اتفاجئ بريحة العفن، لكن ملقوش أي جثة، لكن لقوا لزق كان بيستخدم في الخياطة زي اللي كان موجود في اللفة بالظبط. لقوا تلغرافات من عمليات تبني، إعلانات تبني، وجوابات من أمهات كانوا بيسألوا على أطفالهم. البوليس اكتشف إن الشهر اللي فات بس كان في 20 طفل اتسابوا في رعاية أميليا، ولا واحد منهم كان موجود. بعد القبض عليها فضلوا يدوروا في نهر التيمز على أطفال تانيين
وبعملية حسابية لقوا إن عدد الأطفال اللي قتلتهم إيميليا في حدود من 300 ل 400 طفل. مفيش أي من سفاحين أوروبا كان وصل للرقم ده وقتها. في محاكمتها أميليا اعترفت بس بقتل طفلة واحدة. الدفاع بتاعها كان الجنون بحجة إنها بتروح مصحات نفسية، لكن النيابة العامة شككت إن أميليا ما عندهاش أي مرض نفسي، وقالت إن ترددها على المصحات كان لمجرد حجة علشان تتجنب إنه يتشك فيها. هيئة المحلفين احتاجوا بالظبط 4 دقايق علشان يدينوا أميليا، وفي 10 يونيو سنة 1896 اتنفذ حكم الإعدام بالشنق في أميليا اللي كان وقتها كان عندها 57 سنة. قبل ما تموت كتبت جواب من زنزانتها اعترفت فيه بجرائمها، ونفت إن بنتها أو جوز بنتها إن هما كانوا متورطين معاها في جرائمها، لأن هما كمان اتقبض عليهم وبعدين الحكومة سابتهم. كمان في الجواب قالت إنها ندمانة وبتتمنى ربنا يسامحها. القضية سلطت الضوء على الجانب المظلم من عالم الأطفال، وقلبت الرأي العام وزاد الضغط على قوانين حقيقية تحمي الأطفال، وده أدى لتغيير في قوانين تبني الأطفال، وساعد في تأسيس الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال، وهي جمعية خيرية في بريطانيا. مزارع الأطفال اللي ظهرت في العصر الفيكتوري قلت بس ما اختفتش، ودلوقتي المصطلح بيستخدم في بلاد تانية زي الصين والهند، لكن علشان يوصف حاجة أبشع بكتير هنتكلم عنها في حلقة تانية. وهنا انتهت قصتنا، ولو عجبتك ما تنساش اللايك وتشترك في القناة وتكون واحد من عيلتي، ولو عندك أي تعليق ياريت تسيبهولي.